هل يهبط الإسماعيلي؟ عنوان ظل يمثل شبحا مخيفا لجماهير النادي الإسماعيلي في آخر 5 سنوات خلال مشاركته ببطولة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يتحول إلى واقع مؤلم في صيف 2026. ومن جديد عاد السؤال يطرح نفسه ولكن بشكل كارثي هذه المرة. هل يهبط الإسماعيلي؟ ولكن هذه المرة من دوري الدرجة الثانية أو دوري المحترفين كما يطلق عليه إلى دوري أدنى، ويواصل الاختفاء تدريجيا من عالم الكرة المصرية رغم شعبيته الجارفة. وبات النادي الإسماعيلي حديث الساعة في أعقاب البداية الهزيلة له في بطولة دوري المحترفين، عندما خسر على ملعبه أمام فريق مسار ب3 أهداف لهدف في الجولة الأولى، وفقد 3 نقاط ولم يقدم المستوى المطلوب. وبات الحديث عن عودته للدوري غير وارد مقابل نغمة تصاعده عن مخاوف من هبوط إلى دوري الدرجة الثانية الثالثة فعليا. 5 أسباب وراء زلزال الإسماعيلي المرعب. لعبت 5 أسباب طول البطولة المطلقة في البداية الهزيلة التي يعاني منها النادي الإسماعيلي حاليا في دوري المحترفين، وأثارت المخاوف من هبوط آخر في نهاية الموسم الجاري بشكل مبكر. وتمثلت أول الأسباب في خوض الإسماعيلي موسمه الجديد في دوري المحترفين بدون أي صفقات جديدة، حيث لم تنجح اللجنة المؤقتة في رفع عقوبة منع القيد، ولا تزال تسدد في غرامات قضايا سابقة كان آخرها التقسيط مع فراس شوار، ولا تزال هناك قضايا يجري تسويتها وسط مخاوف من عدم اللحاق بالماركات الشتوي في يناير المقبل. وتأتي أسباب بداية الإسماعيلي الهزيلة ومخاوف من هبوط جديد، حالة عدم الاستقرار الفني التي يمر بها النادي الإسماعيلي، حيث بدأ فترة الإعداد مع مديره الفني خالد القماش الذي بدوره استقال بعد فترة وجيزة بداعي صعوبة الظروف المحيطة بالفريق، ليتم تعيين أشرف خضر بدل منه، والذي قاد الإسماعيلي في مباراة مسار الأولى. ويتمثل السبب الثالث في مخاوف هبوط الإسماعيلي مجددا عدم امتلاك الإسماعيلي نجما لامعا في صفوفه ويمكن له تحمل مسؤولية الفريق، وكذلك قيادة زملائه بعد رحيل كل الأسماء المعروفة عن صفوفه مثل خالد النبريسي ومحمد عمار ومحمد عبد السميع وعبد الكريم مصطفى، مع لاعبين آخرين لم يتم التجديد لهم. ويبرز السبب الرابع في أزمة الإسماعيلي الكبرى في ضعف خبرات لاعبيه الذين يراهن عليهم في الموسم الجاري، مثل عبد الله جمال حارس المرمى، وعمر القط، وعبد الله محمد، وأحمد أيمن، وعبد الله حسن، وعبد الرحمن كتكوت، وإبراهيم عبد العال، ومحمد سمير كنتة، ومحمد خطاري، ونادر فرج، وأنور صقر. ويأتي السبب الخامس في أزمة الإسماعيلي ممثلا في استمرار الأزمة المالية التي يمر بها منذ فترة طويلة بدون تغييرات ملموسة، وهو ما ظهر في فترة التحضير لدوري المحترفين وعدم فك القيد والتأخير في سداد غرامات دولية، بخلاف عدم القدرة على إبرام صفقات أو تجديد عقود للاعبين. كان الفريق في حالة ماسة أو حاجة ماسة إلى استمرارهم.